حكاية غريبة جدا محدش قدر يفسرها لحد دلوقتي. امرأة مخيفة من العالم الآخر لابسة ثوب أبيض متغطي بالدم، والدم نازل من بقها، ووشها شكله غريب ومرعب. بتطارد طفل صغير وعايزة تخطفه وتاخده معاها للعالم الآخر. يا ترى ايه السبب وايه رد فعل الأم وازاي كانت نهاية القصة؟ اهلا بيكم في برنامج منظور اخر. الحكاية بتبتدي في المملكة العربية السعودية عام 2007 لما امرأة اسمها عنود وضعت مولودها الأول، ولكنه ما كانش بيتنفس خالص، وحاول الأطباء إنعاش قلبه إلا إن القلب كان متوقف تماما ومفيش نبض، فأعلنوا وفاته وبلغوا الأم بالخبر، وطبعا زعلت جدا. ولكن حصلت معجزة، وفجأة الممرضة جت تبلغ الدكتور إن الطفل رجع يتنفس تاني وإنه لسه عايش. ففرحت الأم جدا واعتبرت إن ابنها محظوظ لأنه اتكتب له عمر جديد وسمته خالد. مرت الايام والشهور لحد ما بقى خالد عنده 2 سنين، وساعتها ابتدت الام تلاحظ ان في حاجات غريبه بتحصل مع ابنها. فلما كانت بتجيله نزله برد او ترتفع حرارته بيخف منها على طول من غير ما تاخده للدكتور ومن غير ما ياخد اي دواء. ولما كبر شويه كان شقي جدا وبيحب اللعب والحركه، ولكن برغم كده ما كانش تقريبا بيتصاب باي اذى. ففي مره وقع من على السلم، فجريت امه عليه لقيته قاعد على السلم عمال يضحك ويلعب ولا كأن في اي حاجه حصل. ومرة تانية جري وراه كلب الجيران، فجريت عليه امه بسرعة عشان تنقذه من الكلب، ولكن فجأة لقت الكلب بيجري منه وهو خايف ومذعور كأنه شاف وحش او حاجة رعبته، لدرجة انه كان بيقع وهو بيجري. ومن كتر تكرار الحوادث الغامضة والغريبة دي مع الطفل خالد سميته امه الابن الخارق، وكانت فرحانة بيه جدا. ولكن لما وصل خالد لعمر 6 سنين ابتدت مرحلة تانية من الحوادث الغامضة. ففي ليلة من الليالي صحيت الأم على صوت صريخ ابنها اللي كان بيجري ناحيتها وهو خايف وعمال يعيط، وقال لها إن في ست شكلها مخيف جدا عايزة تاخده معاها. فابتسمت الأم وقالت له ما تخافش يا حبيبي، ده كان مجرد كابوس. ولكن الكابوس ده اتكرر لمدة أسبوع كامل ليل نهار، كل شوية الطفل يصرخ ويجري على أمه ويقول لها نفس الكلام، في ست مخيفة عايزة تخطفه. وابتدى خالد يمتنع عن الأكل وبقى خايف دايما، وحالته النفسية اتدهورت وبان على جسمه الضعف والكآبة. فقررت الأم إنها تشوف حل في الحالة اللي بقى فيها دي، وخدته لطبيب نفسي عشان يعالجه. وهناك حكى الطفل للطبيب كل حاجة بيشوفها وبتحصل معاه، وقال له على الست المخيفة اللي بتزوره ليل نهار وعايزة تاخده معاها. رد فعل الطبيب كانت هادية جدا، وادى لخالد ورقة وقلم وطلب منه إن يرسم الست المخيفة اللي بيشوفها دي. وفجأة اتغيرت معالم وش الأم وبان عليها الذعر من الصورة اللي رسمها ابنها بدقة شديدة على الرغم إن سنه صغير. فرسم خالد صورة لامرأة طويلة وهزيلة لابسة ثوب أبيض طويل متغطي بالدم، وكان طالع من بقها دم. كانت ملامح وشها مرعبة جدا وأكيد إنها مش من البشر. فقامت حضنت ابنها وطمنته إنها دلوقتي مصدقاه وحست بيه وعرفت سبب الحالة اللي كان فيها. وشخص الطبيب حالة ابنها إنه بيعاني من انفصام حاد في الشخصية، وطلب منها إنها تجيله بعد 3 أيام عشان يجري عليه بعض الفحوصات والاختبارات قبل ما يكتب له العلاج المناسب لحالته. ولما روحت اتصلت الأم بأختها وحكت لها على كل اللي حصل، وإنها مش عارفة تعمل إيه، وإنها زعلانة على ابنها اللي بيضيع منها. فكان لأختها رأي مختلف، فقالت لها إن مفيش غير مكان واحد بس هتلاقي علاج لابنها فيه، وبعتت لها العنوان. فراحت الأم وابنها للمكان اللي في العنوان. إيه ده؟ معلش بقى النور قطع، فهنكمل كده بقى وخلاص. ثواني كده.
لما راحت الأم وابنها للمكان الموجود في العنوان لقوا منزل شكله غريب، ولما خبطوا على الباب فتحت لهم واحدة ست عجوزة، وعرفوا إن الست دي شغالة وسيطة روحية واسمها بنسيه. مش عارف نطقته صح ولا لأ، بس المهم حكت الأم للست العجوزة دي عن كل اللي بيحصل مع ابنها، فقامت وفضلت تبصله كتير، وبعدين سألتها سؤال واحد وهو إذا كان ابنها مر بأي تجربة موت نجا منها. فاستغربت الأم من السؤال وحكت لها على الحادثة اللي حصلت له لما اتولد، وإنه ما كانش بيتنفس وافتكروه مات. فردت عليها إنه فعلا كان مات، وساعتها راح لبعد تاني، وهناك لقيته روح الست المخيفة اللي بتطارده دي، وحبته واختارته إنه يكون ابنها. ولما رجعله النبض تاني ورجع لعالمنا جت معاه روح الست اللي بتطارده دي، وكل الحوادث الغريبة اللي كانت بتحصل له كانت بسبب إن روح الست دي ملازماه طول الوقت وبتحميه. فارتبكت الأم من الكلام اللي بتسمعه ده، وقبل ما تمشي سألت الست العجوزة ازاي تبعد الست المخيفة دي عن ابنها، فردت عليها الرد الصادم، فقالت لها ان الست دي عايزة ابنك ومش هتسكت غير لما تاخده معاها للعالم الآخر. فحست الأم ان كل الكلام ده تخاريف ومش حقيقة، اكيد يعني مفيش حاجة زي كده ممكن تحصل، وقررت انها تنسى الموضوع وتعيش مع ابنها حياة طبيعية. ورجعت للطبيب النفسي اللي كانت راحت له قبل كده، وبقت تتابع معاه حالة ابنها. ولكن كلام الست العجوزة لسه ما طلعش من دماغها، وبتفكر دايما في اللي ممكن يحصل لو طلع كلامها صح. وبعدين بقى وفي ليلة من الليالي كانت نايمة جنب ابنها على السرير، فحست بإيد حد بيصحيها، ولما فتحت عينيها لقت ابنها مبتسم وبيودعها. فسألته هو بيودعها ليه، فقال لها انه رايح مع امه الجديدة وانه ما بقاش يخاف منها، فهي بتحبه ومش هتأذيه وما يقدرش يعيش من غيرها. وشاور الطفل بإيده ناحية زاوية من زوايا الغرفة. فقامت الأم مفزوعة لأنها لأول مرة بتشوف الست المخيفة اللي بتيجي لابنها على الحقيقة، وده خلاها في حالة ذهول ورعب من منظرها. فمدت الست المخيفة ايديها للطفل فراح لها، وهنا حست الام ان كلام الست العجوزة طلع حقيقة، وابنها هيبات الليلة في العالم الاخر. فقامت تجري عليه عشان تلحقه، ولكن فجأة اختفت الست المخيفة ومعاها الطفل خالد قدام عيون اللي افتكرت ان كل اللي شافته ده مجرد تهيؤات، وراحت تدور على ابنها في البيت كله، وعقلها مش مصدق انه خلاص ضاع منها ومش هتشوفه تاني في حياتها. ولحد النهاردة مفيش يوم ما بتدورش فيه عنود على ابنها خالد، وحياتها كلها وقفت وراحت لكل المشايخ وحتى السحرة والمشعوذين عشان تعرف اي معلومة عن ابنها اذا كان حي او ميت، ولكن محدش يعرف عنه اي حاجة. ودي كانت الحلقة الخامسة من سلسلة ما وراء الطبيعة. هتلاقوا الحلقات اللي فاتت في قائمة تشغيل على القناة للي حابب يشوفها كاملة. واخيرا قولوا لي رأيكم، هل القصة دي ممكن تكون حقيقية وحصلت فعلا، ولا مجرد حادثة عادية لطفل اتخطف او اختفى والناس زودوا حبة رتوش عليها عشان الحبكة يعني؟ بس انا ليا رأي تاني، مش عارف هو صح ولا غلط. لا خلاص مش مهم، ولا اقوله؟ طب بصوا، انا حاسس ان الام هي اللي مريضة نفسيا وبتعاني من انفصام في الشخصية، وكل القصة دي ما حصلتش في الحقيقة، وممكن تكون ما خلفتش اصلا. والدليل على كده فين ابو الطفل؟ يعني ابنه اتولد وحصل له كل ده وهو ملوش اي دور في الحكاية. فالمصادر ما ذكرتش اي حاجة عن ابو الطفل ده، غير برضو انها كانت عايشة لوحدها، واحنا طبعا بنشوف حالات كتير زي كده، والله اعلم. ايه ده تاني؟ وفي ايه بقى؟ ايه ده؟ ايه ده؟ في حاجة لمستني. ايه ده؟ مين هنا؟ مين هنا؟ ايه ده؟ لا 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 لا. ايه ده؟ ايه ده؟ انا فين؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انت مين؟
لو قاعد على السرير ولسه مش عارف تنام، لو بتاكل ولسه مخلصتش اكل، لو بتريح من الشغل او المذاكرة، او لو عجبك المحتوى اللي بقدمه، فانا مستنيك في الفيديو ده. يلا تعالى ورايا. ما جيتش ليه؟ يلا مستني ايه؟